أنا حزين وكذا، وكنت واضح معهم، يعني ما كنت، يعني كنت صريح جدا، قلت ترى الظلم بالأسماء فلان وفلان وهذا لو وقفوا كذا وهذا، يعني ذكرت كل التفاصيل. أنا شخص وطني، أنا ما أتكلم في الإعلام، لما يصير لي شيء أكلم الجهة المسؤولة. قالوا إيش تبغى؟ خلاص من الأسبوع الجاي كل شيء فاتحينه لك. قلت له ولا أبغى أرجع جدة. قالوا ارجع وخذ اللي تبي. قلت لا، أنا جدة خلاص، أنا خروجي منها صعب أرجع لها. قالوا طيب خلاص جدة التاريخية لأنها تحت ظلة وزارة الثقافة راح نفتح لك إياها. قلت أوكي. قالوا إيش تبغى؟ قلت أبغى أفتح مركز ثقافي في الرياض. في الرياض. أيوة، برمزية الرياض اللي أنت رفضت إنه اللي 2015 كنت أشوفها مدينة الظلام، صارت مدينة النور الآن. قال له ارجع جدة. قلت له ولا أطب جدة، أنا خلاص حزنت من اللي صار لي، ولا يمكن أرجع البلد. يعني قسى علي ما له دخل، بس إنه. فقال كم خسرت؟ قلت له من المبلغ الفلاني. كم خسرت؟ مبلغ يعني بالملايين يعني. قديش يعني؟ يعني فوق 7-8 كذا. هل الثقافة بتستاهل هالمبالغ الكبيرة؟ الهوس. رح أرجع لك على موضوع الثقافة والمردود المادي من الثقافة، ولكن شو قال لك؟ قال لك كم خسرت؟ ايوه قلت المبالغ كذا. قالوا ايش تبغى الآن؟ قلت أبغى أفتح مشروعي، حلمي هذا يكون في الرياض وفي العاصمة، ويكون منبر تنوير في الرياض، وأبغى دعم الوزارة أو كل شيء. قال لي أبشر. شوية كان الوزير، وافق الوزير، وتم دعمي الآن لإنشاء مشروع ثقافي اسمه مركز سرد الثقافي. أول مرة أعلن عنه، طبعا هو المفروض ما أعلن عنه الآن، بدعم كامل من الوزير ومن الصندوق الثقافي، وكل